السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيانين بخير؟ انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم كما كتشاهدوا جيت نشارك معكم الطريقة ديالي في الرفيسة. صراحة كتجي زوينة وأنا من عشاق الرفيسة، كنبغيها بزاف. ضروري تكون عندي، ناكلها كل سيمانة ولا كل 15 يوم، ضروري تكون. بقاو معايا في الفيديو تشوفوا الطريقة ديالي كي كندير لها. هنا انا غادي نبدي بالمسمن ديالي. هنا عندي زلافة ديال الفرينة ونص زلافة ديال الفينو. هنا عندي شوية ملح، غادي نخلط هادشي مزيان يتجانسوا هذوك المكونات مع بعضياتهم، وغادي نزيد الماء، غادي نعجنو. هنا انا المسمن ما غاديش ندلكو، غادي نخلطو وندهنو شويه بالزيت ونغطيه بواحد الميكا. انا غطيته بواحد بالسلوفان، وغادي نخليه واحد 5 دقائق ونعاودلو ونخليه، يعني ما غاديش ندلكو ولا. بقاو معايا تشوفوا الطريقه. هنايا انا غادي ندهنو بالزيت ونخليه يرتاح ونعاودلو. هنايا ما تبدليش من عاودتلو، المهم غادي نخليه يرتاح وغادي نمشيو نصايبو الاخر، لاصوص ديال الرفيسه. هنا عندي شويه دجاج اللي يعني على حسب اللي بغيتو نتوما. هنا انا عندي واحد 2 بصيلات يكونوا صغار ولا بصيله كبيره، نتوما اللي عندكم. انا كانت متوفر عندي 2 بصيلات صغار، غادي نقطعهم هكا شرائح طويله. مع البصلة ديالي من بعد ما قطعتها غادي نزيدها هنا على الدجاج. هنا عندي مغرفة مع مرش تاع سكينجبير، مغرفة مع مرش تاع الخرقوم، شوية بزار، عندي هنا شوية ملح، وغادي ندير شوية زيت الرومية، وهنا شوية زيت الزيتون او زيت البلدية. الا ما كانتش متوفره ما ديروهاش، انا درت شويه. هنا عندي شويه عدس، هنا حلبه درتها هنايا في هذه، وهنا عندي راس تاع الثومه وغادي نديرهم هنا في البوطه شويه يتقلاو. انا الحلبه درتها في هذيك حيتاش ما كتعجبنيش ناكلها صراحه. انا نقليها مزيان مزيان كوكوط ديالي تنحس بديك البصله بقات بدات تهبط. هنايا غادي نروي بالماء سخون كما كتشاهدوا في الفيديو، وغادي نبلع عليها ونخليها طيب. ملي نخليها طيب غادي نمشي لداك المسمن ديالي اللي كنت خليته يرتاح. هنايا المسمن ديالي غادي نبدي نقطعو كما تشوفوا. غادي نبقى ندير يعني نديرو كويرات هكا، وغادي نخليه يرتاح عاود شويه، نخليه واحد 10 دقائق ولا باش من نجيو نقرصوه يعني يساعدنا في التقراص. من بعد غادي هنايا ندهنهم باش ما يديروليش ديك الطبقة الفوقانية، غادي ندهنهم ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا. صافي هنا من بعد ما خليتهم ارتاحوا شوية، هنايا غادي نبدي نكرسهم هكا كما تشاهدوا في الفيديو. شكون بحالي اللي كتعجبو الرفيسة؟ انا بعدا كتحمقني.
هي والطعام أو الكسكسو، ضروري خاص الكسكسو يكون جمعة، والرفيسة مرة هكا، مرة في السيمانة ولا مرة في 2 سيمانات، ضروري خاصها تكون بحالي. من بعد ما كرستهم كاملين غادي نخليهم يرتاحوا، ندير هنايا كنت درت المقلة ديالي تسخن وغادي نكرسهم ونبدي نطيب فيهم. غادي ندير شوية الزيت في لاخر المقلة ديالي وغادي نبقى نطيب فيهم. انا غادي نكمل الكمية ديالي كاملة ديال المسمن، صراحة كيجي زوين والله، بلا دليك بلا والو، كيجي خطير، كما كتشاهدوا كينتفخ معاكم وكاع. هنايا غادي نقطعو على هذا الشكل. نتوما قطعوا الا بغيتو بالمقاس ولا انا قطعته بيديا هكا. ها هو الروا ديالي ديال الرفيسة كي جا، صراحة جا زوين بزاف. هنايا انا غادي ندير شوية الروا في القاع تاع الطبسي، وغادي نزيد عليه المسمن ونبقى نزيد الروا من الفوق باش المسمن ديالي كامل يعني يجي ما يجيش ناشف وكاع بهاد الطريقة. انا صافي الرفيسة ديالي حطيتها ودرت على هاد الشكل، جات على هاد الشكل، جات زوينة بزاف، جات واحد البنة، جات خطيرة. ما تنساوش اللي عجبو الفيديو ديالي خليو لي واحد جيم وكومونتير، واللي ما ابونيش معايا يتابونا. وشكرا لكم بزاف. مع السلامة.